ليه تياجو سيلفا مش برازيلي او مختلف عن باقي النجوم البرازيليين اللي بيظهروا فتره وبعدين بيختفوا؟ النهارده حلقتنا عن واحد من اعظم المدافعين في تاريخ كره القدم، القائد تياجو سيلفا. تياجو سيلفا اتولد سنة 1984 في ريو دي جانيرو في البرازيل. بدأ مع نادي فلومينينزي وبعدها راح نادي ار اس فوتبول البرازيلي، وكل ده طبعا في الناشئين. وفي سنة 2004 انتقل رسميا لنادي يوفنتو دي، لعب معاهم 29 مباراة وسجل خلالها 3 أهداف، ومن هنا بدأ اسمه يتعرف كمدافع واعد. وأول ما بدأ يتشهر انتقل لأوروبا سنة 2004 عبر بوابة بورتو البرتغالي، لكن لعب في الفريق الرديف وما خدش فرصته مع الأساسي. بعدها راح لنادي دينامو موسكو الروسي، وهناك حصلت له أكبر صدمة في مسيرته، إصابة بالسل الرئوي كادت أن تنهي مسيرته. رجع للبرازيل يتعافى لكنه ما استسلمش. في 2006 رجع لناديه فلومينينزي، وهناك بدأ رحلة الصعود من جديد. لعب 169 مباراة وسجل خلالها 15 هدف، وأثبت إنه مش مجرد مدافع عادي، بقى واحد من أحسن المدافعين في الدوري البرازيلي، وفاز معاهم بكأس البرازيل وأول بطولة في تاريخه سنة 2007. وفي سنة 2009 جه العرض الكبير من اي سي ميلان الإيطالي ب 10 مليون يورو، ولعب مع الروزونيري 119 مباراة وسجل خلالها 6 أهداف، وكان ركيزة أساسية في الدفاع. وفاز معاهم بالدوري الإيطالي موسم 2010-2011 وكأس السوبر الإيطالي 2010-2011 أيضا. وفي صيف 2012 في أفضل حالاته ينتقل لنادي باريس سان جيرمان ب 42 مليون يورو، لعب معاهم أكتر من 315 مباراة وسجل خلالها 17 هدف. فاز معاهم بالدوري الفرنسي 7 مرات، وكأس فرنسا 5 مرات، وكمان كاس الرابطة الفرنسي 6 مرات. تياجو سيلفا كان القائد الحقيقي لباريس سان جيرمان، ووصل معاهم نهائي دوري أبطال أوروبا 2020، ولكن للأسف ما خدوش البطولة. وبعد إنجازات 8 سنين مع النادي الفرنسي في 2020 انتقل لتشيلسي الإنجليزي في صفقة مجانية، رغم إنه كان كبير في السن إلا إنه قدم مستوى خرافي. لعب 155 مباراة وسجل خلالها 9 أهداف، والأهم من نقاط تشيلسي للفوز بدوري أبطال أوروبا سنة 2021، وكمان كاس السوبر الأوروبي وكاس العالم للأندية 2021، كل ده وهو عنده 36 سنة، عكس اللعيبه البرازيليه خالص. وفي 2024 وبعد رحله اسطوريه في اوروبا رجع تاني تياجو سيلفا لنادي فلومينينزي البرازيلي، النادي اللي بدأ منه. ورغم انه تجاوز ال 40 الا انه لسه بيقدم مستوى يخلي الكل يحترمه. وطبعا مع المنتخب البرازيلي لعب 113 مباراه وسجل خلالها 7 اهداف، وشارك في كاس العالم اكتر من مره، وكان قائد السامبا. وفي 2019 رفع كاس كوبا امريكا مع منتخب بلاده، والاول بطوله مع منتخبه وبس. ودي كانت مسيره الاسطوره البرازيليه تياجو سيلفا، مدافع قلبه من حديد، مسيرته مليانه انجازات، وقصته اكبر دليل ان النجاح محتاج اصرار وصبر، وهو فعلا عكس اللعيبه البرازيليين تماما. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد عن نجوم واساطير كره القدم. وشكرا لكم، ونشوفكم في حلقه جديده ان شاء الله.